بتتضايقي لما يكون عندك حاجة عايزة تتصلح في البيت ومضطرة تستني حد يجي يساعدك؟ أنا ريم من فريق كالمانزل، والنهاردة هنتكلم عن 7 أدوات مهم يكونوا عندك في عدة البيت هيساعدوكي تعتمدي على نفسك وتصلحي في بيتك بإيدك. يلا بينا. 1. المفك. المفكات دي طبعا أشكال ومقاسات مختلفة كتير، منها حتى أنواع ممكن طرفها يتبدل حسب الشكل المطلوب. المفك مفيد في حاجات كتير جدا زي تركيب الأثاث، تغيير أو تثبيت المقابض في دواليب المطبخ، فك وتركيب قطع ديكور مختلفة كتير. تاني حاجة متر القياس. متر القياس ده أساسي لو بتعلقي لوحة وعايزة موقعها يكون مظبوط. مهم جدا لو بتأسسي غرفة فاضية لازم تعرفي تفاصيل المساحات الأول، وحتى خدي معاكي متر القياس وانتي بتختاري قطع الأساس، قيسيها في المحل قبل ما تشتريها. 3. ميزان المية. ده مهم جدا لو بتعلقي أي لوحة عشان تتأكدي إنها متزنة، إنها مش مهزوزة يمين أو شمال أو مش مظبوط. 4. الشاكوش. الشاكوش يعتبر أخ للمفك. دايما في حاجة في البيت محتاجة شاكوش في تركيبها أو تصليحها، زي البنش ده اللي صلحناه بسهولة بالشاكوش. 4. الشنيور أو الدريل. على فكرة الشنيور ده استخدامه مش صعب وهتتعلميه بسرعة. طبعا هو أساسي لتعليق اللوحات باستخدام القطع دي، لكن مفيد كمان في مشاريع ديكور كتير زي البرواز المميز ده. له كمان قطع مختلفة مفيدة زي محرك الدهانات ده اللي بنقلب بيه الدهان بسهولة غير خالص لو عملناه بإيدنا. وبمناسبة الدهان، 3 حاجة أدوات الدهان دي. مهم يكون عندك الأدوات دي ويكون عندك كمان ألوان من دهانات بيتك عشان تقدري تصلحي بإيدك لو حاجة عايزة تصليح زي كده أو كده. و7 حاجة السلم، زي السلم الصغير ده اللي خفيف وبيتفتح ويتقفل بسهولة. ده مفيد في الوصول للأماكن العالية لو بتعلقي لوحة مثلا زي ما بنعمل هنا، تقدري تعتمدي على نفسك في دي. مفيد كمان في تغيير لمبة، يعني مش لازم تستني حد يجي ويساعدك، تغيري اللمبة بإيدك، وبيبقى فعلا شعور جميل إنك تعتمدي على نفسك في بيتك. قوللنا بقى، في أدوات تانية غير دي مش بتستغني عنها في عدة البيت؟ وما تنسيش إن أهم قاعدة في الديكور إن بيتك يريحك.